بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة ان شاء الله. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد معاكم، يعني بعد غيبة طبعا. يعني اخر فيديو كنت منزلاه كان يوم الخميس اللي فات. اللهم صل على سيدنا محمد. فدلوقتي الجمعة والسبت لحد النهاردة الاثنين، يعني زي 4 ايام اهوت، ما او 3 ايام منزلتش فيديوهات ولا ظهرت ولا كده. طبعا في الاول بشكر كل اخواتي اللي اتصلوا عليا يعني ويسألوا عليا ويطمنوا عليا وكده، بشكرهم كلهم. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. طبعا هحكي لكم برضو سبب غيابي. هو الاول دلوقتي يعني انا بوريكم ان انا كنت ماشية بأمير كده، يعني انا كنت راكبة عربية يعني ورايحة اكشف على أمير. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا سبب غيابي انا كنت يوم الجمعة يعني رحت ازور امي وكده. طبعا عيالي عندهم دروس كل يوم حتى يوم الجمعة. فيوم الجمعة ده ياسمين كانت مستأذنة يعني ان هي مش هتاخد الحصة يعني بتاعت يوم الجمعة، وعايزين يروحوا عند ستهم. فانا قلت لهم خلاص هي فرصة برضو، انا من زمان وكده ما شفتهاش، يلا بينا نروح. فروحت يوم الجمعة ده عند امي يعني واخواتي. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا اخواتي برضو في نفس البيت، اخواتي الصبيان يعني، واختي برضو، واخواتي البنات برضو فريح يعني جنب امي مش بعيد. اللهم صل على سيدنا محمد. فلما بروح يعني ايه بنتقابلوا كلنا يعني ونشوفوا بعض وكده. فيوم الجمعة طبعا زي ما انتوا عارفين لما روحت يعني اهلي زي ما انتوا عارفين وكل الناس اللي حواليا مش بيحبوا يظهروا في التصوير يعني وكده. فانا طبعا يعني بحترم رغبتهم ومش برضه مش برضه اصور ولا اي حاجة. فانا كنت ان هو يوم الجمعة مش هصور عشان عند امي وكده، لكن بعد كده هصبح تاني يوم مثلا اصور واكون معاكم وكده. لكن طبعا يعني بيحصل حاجات طبعا ما بتكونش في الحسبان خالص يعني. فانا رحت بالنهار عند امي. طبعا انا بروح هما ساعتين او 3 بالكتير، يعني انا مش بطول عندها برضو عشان ظروف شغلي وكده. يعني انا بروح يعني مثلا على الساعة 9 كده اكون ماشية. قبل العصر ما بيدن، قبل اذان العصر بكون في بيتي تاني، عشان طبعا طيوري وبهايمي. وزي ما انتوا عارفين ابو امير مش بيكون في البيت خالص، يعني ابو امير بيطلع من الصبح مش بيكون في البيت، يعني بيمشي يروح شغله ويروح الارض وكده. فطبعا اليوم ضاع يعني وكده، ان انا باجي من عند امي يا دوبك على الشغل بتاعي بتاع الطيور والبهايم. يعني بكون كمان قبل ما امشي الصبح بكون عامله عشاية ومجهزه حالي بحيث ان انا اجي على البهايم بتاعتي ما تاخرش عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد. فجينا طبعا اليوم خلص كده وجينا بالليل، يعني يا دوب بعد العشاء قعدنا اتعشينا يعني انا وعيالي وابو امير وكده. فلقيت سلفتي بترن عليا ان هي عايزاني. إيه، طبعا ابنها اللي رن عليا فما قاليش على حاجه، يعني قال لي تعالي كلمي امي يعني وكده. فانا روحت طبعا اشوفها محتاجة ايه ولا كده، لقيتها اتاريها هي واقعة من على السلم، فهو مش عايز يقول يعني ويخضني عليها. انما هي كانت رجلها انتنت تحت منيها على السلم وهي نازلة، فان هي مش قادرة تقوم من مطرحها طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. فطبعا والله زي يعني خدتها، جبت طبعا عربية، جبت في الاول توك توك ورحنا مكان يعني ان هي تكشف على رجلها وكده. فطبعا حولونا على مكان ابعد. رديت تاني البيت، طبعا كنت طالعه بهدوم البيت بتاعتي من خضتي عليها طبعا. فطبعا رجعت تاني غيرت هدومي وطلعت معاها وكده. فما رجعناش غير بالليل متأخر، يعني راجعين على الساعة 11 ونص بالليل او 12. اللهم صل على سيدنا محمد. يا دوب ما كملتش ساعتين نوم اما اطمنت عليها طبعا ودخلتها بيتها وكده. كان معانا طبعا جوزها، وكان معانا سلفتي التانية برضو. اللهم صل على سيدنا محمد. أمير بقى جه بالليل، يعني آخر الليل كده على الساعة 3 بالليل،
وجام بقى اللي هو ترجيع وتعبان وكده. فطبعا بقى النهار، طبعا انا ضاريه ان انا انام، يعني متعوده انام الظهر. فيوم الجمعة ده طبعا قضيت اليوم مع امي واخواتي فما نمتش. جيت بقى بالليل لقيت بقى قدام مني اللي هو موضوع سلفتي دهوت، وموضوع ابني ختم بموضوع ابني في اخر الليل طبعا. فضل طول الليل يرجع يمكن لحد تاني يوم الظهر، وما بياكلش خالص، يعني اي اكل ما بياكلوش خالص. بعد الظهر على طول انا خدته وطلعت كشفت عليه، يعني زي ما انتوا شايفين كنت في العربية كده، دي المواصلات بتاعتي كنت رايحة اكشف عليه، لان احنا طبعا في مكان ارياف ما عندناش دكاترة ولا، فبنروحوا المدينة بتاعتنا، فاحنا بنروحوا بعيد شوية، يعني بيني وبين المدينة بتاعتي ديت زي ساعة الا ربع في العربية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا كشفت عليه وكده، فهو طبعا التهابات في زوره والتهابات في الجيوب الأنفية، يعني هو ما كانش، يعني السخونية ما كانتش، درجة الحرارة ما كانتش عالية جامد، يعني هي كانت 38.5، ولكن اللي هو كان تعبان هبوط. طبعا هو فضل يرجع ياما وكده، فهو كان هبطان. هنا طبعا لما روحت البيت، يعني لو كنتوا خدت بالكم، انا لما كنت في الصيدليه كان قاعد على كنت مقعدة على الكرسي، هو ما كانش بيقدر يقف على رجليه خالص، عايز طول الوقت نايم. يعني هو فضل يرجع طول الليل، ومن الصبح من الساعة 6 هو فضل نايم لحد ما صحته عشان اخده اكشف عليه. رحت كشفت عليه وجيت برضو، يا دوبك كده. طبعا هو ما كانش بياكل خالص، قاطع الاكل نهائي، اي اكل مش عايزه، يعني اتحايل عليه في اي حاجة اعملها له او ياكلها، مش عايز اي اكل خالص، مجرد ما كان بيشم ريحة الاكل حتى كان بيرجع على طول. فطبعا انا جبت له معايا كده، جبت له بسكوت وجبت له عيش فينو وجبت له زبادي، وبحيث ان انا يعني اي حاجة اغير له حتى من اكل البيت وكده، اللي هو يقبل الاكل يعني وياكل. فهو ما كلش اي حاجة غير لقمة عيش فينو صغيرة كده، هو اتحاف من غير اي حاجة خالص. كلها واديته الدواء بتاعه ونام تاني. يعني هو اصلا كان قاعد، يعني انا قاعدة بهزر واضحك معاه، هو برضو مش قادر يقعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا كان في دواء عايز، يعني اللي هو بيتخف بالمية بتاعته وكده، انا خفيته يعني وظبطت له الادوية بتاعته واديتها له. طبعا هو كان بيقول لي ان هو برضه يعني بياخد الدواء عايز ينام تاني. والله العظيم هو خد الدواء فعلا، وشوفوا يعني هو كان لابس تيشيرت فوق اللي عليه ده، بس هو من النوع اللي بيتضايق بسرعة، مش بيحب يعني مش بيحب دايما يلبس هدومه، يعني اقل لبس بيخليه حران. فانا قلت له يعني المفروض ان انت يعني عندك سخونية برضو، ان انت هيكون جسمك هتسجع ان انت تلبس هدومك او كده. قال لي لا. فانا حطيت التيشيرت جنبه لو هو ايه حسيته، طبعا غطيته بالبطانية. يعني هو لحد دلوقتي كان والله كان بيتكلم وبيضحك معايا، وفجأة نعس تاني اللي هو مش دريان بالدنيا خالص، يعني بينام. يعني انا بقيت يعني امير ابني من الناس اللي نومهم خفيف جدا، يعني امير واخد مني الحتة ديت، اللي بصوا يعني اكون في سبع نومة ولو همس، مجرد همس بس جنب مني او بعيد عني كمان، بأصحى في لحظة. فهو امير نفس النوع كده، نفس النظام، من الناس اللي نومها خفيف. لا هو كان بينام يعني، بخش اصحيه، بخش اكلمه، احط ايدي عليه، هو كان بينام مش بيحس بنفسه خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. فهو طبعا في اليوم ده زي ما قلت لكم ما كانش بياكل نهائي، فانا قلت اعمل له شويه رز بلبن يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني ان هي حاجه مغذيه وكده تغذيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا مش بعلمكم، ان انا بقول لكم بس، يعني باخدكم معايا كده في اليوم بتاعي، او بشارككم في اليوم بتاعي ان هو ماشي معايا ازاي. وبرضه يعني بعرفكم سبب غيابي عن القناة طبعا. يعني اكيد محدش بيتأخر عن شغله، لان ده يعتبر شغل ليا، يعني زي اي حد بيشتغل، زي المدرسة، زي الميكانيكي، زي اي حد يعني. فانا يعني واخدة القناة دي كمهنة يعني، فالمفروض ان انا مش هقصر فيها، ولكن طبعا غصب عني طبعا.
جه تعب سلفتي. طبعا هي مش مجرد ان انا مشيت معاها بالليل وخلاص ان ده لا. طبعا سلفتي اما رحنا كشفنا وعملت اشعة على رجليها، فهو يعني كسر في رجليها او شعر في رجليها فاتجبست. يعني احنا ايه الدكتور قال لا لازم رجليها تتجبس، فجبست رجليها. فطبعا هي زي بالظبط اللي هي فلاحة، عندها طبعا مواشي وعندها طيور وعندها بيتها واولادها وكده. فطبعا هي اتجبست مش والدكتور يعني قال لا ما تدوس على رجلها نهائي، يعني لازم راحة تامة. فطبعا ما بين بقى بيتي وما بين بيت سلفتي مثلا ان عندها شغلة بعملها لها او كده. طبعا مش انا لوحدي، احنا زي ما قلت لكم قبل كده احنا 5000، كنا 5000 في بيت واحد. ولكن طبعا بعد ما كل واحد اتقسمنا وكل واحد راح في بيته، فانا يعني انا وسلفتي التانية، انا وسلفتي ام ندى اللي بنروحوا لها عشان احنا يعني احنا اقرب ليها شوية. سلايف التانيين يعني المسافة بينها وبينهم يعني في مشوار يعني. فطبعا هم بيجوا بس طبعا مش على طول مش زينا. يعني انا وام ندى اللي ايه يعني هي برضو مش جنبنا، هي ابعد مننا بشوية، ولكن احنا بالنسبة للتانيين احنا اقرب، يعني المسافة اقرب. فطبعا ربنا يا رب يشفيها ويعافيها يا رب، اللهم امين، وتقوم لبيتها بألف سلامة واولادها يا رب. طبعا هي يعني لما بات اعمل لها مش هعمل نص اللي كانت بتعمله لي، هي كانت بتشيلني يعني. طبعا زي ما انتوا عارفين برضو ان انا يعني واحدة وحدانية وكده او لوحدي. طبعا في ولاداتي لما كان يعني كنت بولد كنت بتعب، كان بيمر عليا اي ظروف كانوا هم يعني كانت هي اول الناس اللي بتقف وبتشيلني. فانا طبعا لما بات اعمل لها طبعا سلفتي واختي وحبيبتي يعني ام محمود لما بات اعمل لها مش هعمل ربع اللي كانت بتعمله لي. فربنا يا رب ما يحوجها المخلوق ابدا، لا ليا ولا لغيري، اللهم امين يا رب. وربنا يشفيها ويتم شفاها على خير وتقوم لاولادها بالسلامه يا رب. فطبعا اللهم صل على سيدنا محمد. فطبعا ده اللي شغلنا عن القناه اللي يعني الفتره اللي فاتت ديت، اللي هو انا يعني طبعا ما بين بيتي وطيوري وبهايمي وامير كمان تعبان. يعني دي كمان حاجه ايه، يعني امير مش بياكل غير لما بقى اقعد انا اكله بايدي، يعني ان انا احط له امشي هو مش قابل الاكل اساسا، فانا بقعد اوكله. فده برضو معايا بيعطلني بياخد وقت معايا. فده اللي مخليني يعني طبعا عندي شغل كتير جدا. لو بس حد يقف يصورني ان طبعا انا بظبط الستاند واعمل مع نفسي، ده عطلة كبيرة ليا. وزي ما انتوا عارفين الايام دي بقى جري في جري، اللي هو عشان الحق اعمل في بيتي والحق اعمل في بيت سلفتي برضه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فما فيش وقت ان انا يعني اقف احط ستاند واصور وكده. لا اله الا الله. طبعا الرز بلبن ما قلتلكوش عليه اي حاجه. طبعا زي ما قلت لكم ان انا مش الغرض من فيديوهاتي انا مش بعلم حد، يعني انا بشارككم اليوم مش اكتر. ولكن برضو انا هقول لكم في عجاله سريعه كده. طبعا ده كانت عندي كميه لبن. طبعا ده زي ما انتم عارفين لبن بقري لان الجاموسه بتاعتي لسه ما ولدتش. فده لبن بقري فاللبن بتاعي انا خفيف شويه، يعني مش دسم زي لبن ايه الجاموسه. فده لبن صافي. فانا قلت يعني ايه ان هي حاجه تغذي امير وكده، وطبعا اخته هتاكل من الاكل وابوه كلنا يعني. والله. وطبعا وخدت منه لسلفتي كمان، يعني انا لما عملت الرز بلبن دهوت اخدت منه لسلفتي برضه اللي هي التعبانه دي. طبعا من غير تعب. انا لما بحب اعمل حاجه في بيتي، يعني لما بكون عامله اي حاجه في بيتي، يعني انا بحب يعني ادي منها لسلايفي وكده. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. طبعا الرز بلبن بتاعي دي كانت معايا كمية لبن. طبعا انا مش بعاير لبن ولا اي شيء. ومعايا كوباية رز يعني او مج رز بالمجات اللي بتاعت الشاي ديت. اللبن بتاعي غلى حطيت فيه السكر طبعا، والسكر حسب رغبتك، يعني انا بحب الحاجة مسكرة فبحط لها سكر بزيادة. حبايبي بقى اللي بيحبوا يحطوا السكر معجول او خفيفة سكر، يعني دي طبعا بيكون حسب رغبتك. فحطيت اللبن وحطيت السكر وطبعا كنت محضرة الرز غسلاه. اول ما اللبن غلى نزلت بالرز بتاعي وفضلت اقلب فيه لحد الرز ما طاب.
يعني استوى سوى كامل، مش نص سوى، لا سوى كامل. وبعد كده حطيت طبعا فانيليا اللي كنت بحطها في الجزازة الصغنونة دي فانيليا سايلة، بتخلي يعني بتدي نفس للرز بلبن، بتخليه حلو. طبعا واول ما الرز استوى معايا كان معايا معلقتين نشا كبار، حطيتهم في ايه، في برضو في يعني في ربع كوباية مية كده، دوبت النشا في المية ونزلت بيها طبعا على الرز بلبن بتاعي. يا دوب غلوتين حسيت ان بدأ يلف معايا، طفيت النار على طول وبدأت اغرف الاطباق بتاعتي. طبعا انا بحط في اطباق صغيرة عشان يعني انا عيالي مش بتاكل، يعني اكلهم ضعيف جدا، فبحط اطباق صغيرة بحيث ان الطفل او العيل ياخد كده الطبق، يعني يخلص معاه، ما يسيبش فيه بواقي، لان لو ساب فيه بواقي بتحس ان هو يعني سرد لبن تاني، فبيبقى يعني ايه، محدش بيحب ياكله يعني. انما طبعا لما بتكون الاطباق صغيرة بتخلص، يعني اي حد بياخد طبق بيخلص على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا شوفوا انتوا هنا الرز بلبن بتاعي كان خفيف مش تقيل خالص، هوريهولكوا دلوقتي وهو بارد. يعني بسم الله ما شاء الله جميل جدا، لا هو مية، لا هو خفيف صايط، ولا هو تقيل اللي هو تقيل، لا دي حاجة خفيفة. يعني الرز بلبن ده او الكريمة او المهلبية او الحاجات دي ما تخليهاش ناشفة معاكي، او لا خلي الحاجة معاكي خفيفة تقوم تبقى في الطعم حلوة. اللهم صل على سيدنا محمد. طعمها يكون حلو احسن ما تكون ايه، يعني الحاجة المعقولة طبعا انتوا فاهميني يعني. مش هتكلم ياما، انتوا فاهميني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا وش اليومين اللي فاتوا دول يعني باين عليه الارهاق جدا، يعني قلة نوم طبعا، ما بنامش يعني. امير طبعا لسه تعبان لحد النهارده، انا مغيباه طبعا، ما بيروحش الدروس بتاعته ولا المعهد بتاعه. يعني هو في انا يعني امير في معهد ديني او في معهد ازهري، فهو دلوقتي من يوم الجمعة، يعني من يوم السبت ما طلعش من البيت لحد النهارده. احنا النهارده الاثنين اهوت لسه معايا في البيت، لان برضو لسه تعبان. جنب مني كده ان انا بعمل له شويه مكرونه بصلصه، طبق رز بلبن. يعني باخد بالي منه، بهتم بيه في الاكل شويه، لان فعلا امير تعبان جامد جدا، وقله الاكل مأثره فيه جامد. اللي هو اول يعني بيقف على رجليه شويه، اللي هو هبطان مش قادر يقف. طبعا هنا انا كنت بوريكم الرز بلبن بتاعي اهوت، والله العظيم بسم الله ما شاء الله، حاجة كريمي كده جميلة جدا. يعني طبعا كمية الرز ما كانتش كبيرة، كمية الرز صغيرة. والطبق الكبير اللي انا غرفته في الاول خالص ده طبعا الطبق بتاع سلفتي، وديته لها على طول وهو سخن، والله العظيم يعني خدته وهو سخن كده وديته على طول. بألف هنا وشفا يا رب ليها ولكل اللي ياكل من اي شيء اعمله بايديا، اللهم امين يا رب. اتمنى اني ما كنتش يعني عارفة ان انا مقصرة معاكم، ولكن عارفة ان انتوا هتعذروني لما تعرفوا ظروفي في الفيديو دوت، هتعذروني. واتمنى اللي عجبه الفيديو يعني اتمنى انه يحط لي اللايك، واللي عجبته القناة طبعا يا ريت يشترك. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات جديدة وتكون احسن من كده ان شاء الله بكتير. يعني هي ظروفكم معايا اللي بتيجي كده، لكن ان شاء الله يعني عشم في ربنا كبير، طبعا الجاي هيكون افضل بكتير. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة إن شاء الله يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.